السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير يا رب. بحبكم في الله كتير. ربنا يخليكم ليا، وشكرا على كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني. ربنا يخليكم ليا يا رب. النهارده هنعمل حاجه سهله وبسيطه والاطفال كلها بيحبوها، سواء كبار او صغيرين الكل بيحبها. هنعمل النهارده ناجتس الفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه، واوفر بكتير 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 وانضف بكتير من بره. بصوا مقاديرها سهله جدا. انا عندي هنا معلقتين من الدقيق على معلقتين من النشا، تمام، وزيهم معلقتين من البقسماط الناعم، تمام، يبقى معلقتين معلقتين معلقتين. طب ليه بقى الميكس دوت؟ يعني ليه؟ ممكن احط بقسماط بس هينفع وهيبقى شغال معاكي، وممكن تحطي دقيق بس، لكن نشا بس مش هينفع. ممكن بقسماط او دقيق. انا بحب الميكس دوت عشان خاطر اي العصاره اللي بتبقى في الفراخ تشربها، تبقى حلوه كده وما تخليهاش تفك معايا في الزيت. عندي كمان بضايه واحده، وعندي البهارات بتاعتي، عندي ملح وفلفل اسود، البهارات المشكله اللي احنا عاملينها، تمام، وتوم وبصل بودر. ده اللي مزوداه على الخلطه بتاعتي عشان النكهه بتاعته القويه. وعندي بقى الاساس، عندي نص كيلو من صدور الفراخ. انا كان عندي بانيه غسلته حلو بالطريقه المعتاده وفرمته في الكبه. بصوا حبايبي، انا بس عشان اختصر الخطوه دي انا فرمته قبل ما افتح الكاميرا، بحيث ان انا اسهل عليا الوقت. لو ما عندكيش كبه ممكن تجيبي مفروم عادي من عند بتاع الفراخ، دلوقتي بقى متوفر وسهل جدا. طبعا هو ما بيستحملش اصلا، بيتفرم على طول زي ما انتوا شايفينه كده. هحط عندي بقى المكونات بتاعتي. هحط عندي البقسماط، كل المكونات بتاعتي، معلقتين الدقيق على النشا، اداه الربط بتاعتي، حطي كده كل حاجه، البهارات المشكله بتاعتي، عايزه تحطي بهارات تانية اللي تحبيه، يعني البهارات دي حاجه بتاعتك انتي، مع البيضه. بسم الله. تمام كده وزي الفل. البهارات اول ما اتحطت عليه ريحته طلعت حلوه قوي. هضرب بقى الكلام ده حلو كويس جدا في الكبه لحد ما ينعم تماما، ونرجع نكمل تاني. بس لو وصلتي هنا الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه، وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي كده خلاص، انا عملت الخلطه بتاعت الناجتس بتاعتي ما شاء الله، ضربتها حلو. طبعا هي بتلزق فخدي بالك ما تحطيش ايدك، يا اما لو تستعملي بايديكي، تمام، هتحطي بس نقطه زيت كده. بصي هي بتتلم عادي خالص اهي بالسباتيولا، بس طبعا عشان لسه سخنه يستحسن في المرحله دي تسيبيها تريح في التلاجة شويه. عندي بقى هنا كيس تلاجة فتحته كده اتنين زي ما انتوا شايفين. ثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، التشكيل ده ليكي مطلق الحريه فيه، يعني ممكن تدهني ايدك زيت وتعملي كده كور صغيره وتبططيها، ممكن تحطيها في صينيه وبعد كده تقطعيه اللي تفضليه. انا حطيت بس نقطه زيت كده على الكيس عشان خاطر تسهل عليا الشغل، تمام. انا هفرده بين كيسين وهقطعه. عندك بقى قطعات ماشي، ما عندكيش بسكينه، بصي يعني اي حاجه بقى. احنا خدنا الفكره ونشتغل بقى يعني نرتبها زي ما احنا عايزين. هقول بسم الله. هنزل كده الخلطه بتاعتي زي ما قلت لكم، دي عايزه ترتاح شويه في التلاجة، لو فيها حته فراخ كده ما ضربتش مش مهم. بسم الله. بصوا حبايبي، انا فضيته بس كده عشان خاطر وقت الفيديو ما يطولش عليكم. هجيب بقى الكيس التاني. بسم الله. واروح حاطه بقى كده عليه، تمام. بسم الله. طبعا الكيس هيسهل عليكي جامد جدا. افرده بس كده عشان خاطر يطلع مظبوط. ممكن تحطي كمان في صينيه مدهونه زيت لو مش حابه موضوع الاكياس ده. هجيب النشابه واحاول بقى يعني اخليه على قد الكيس، يعني بسمك كده 1 سنتي، ما يكونش تخين قوي طبعا عشان يستوي في الزيت كويس معايا، تمام. بسم الله. بصوا لونه ما شاء الله وشكله عامل ازاي، تحفه جدا. هظبطه بس كده ونرجع. بصوا حبايبي خلاص كده انا فردتها بسمك 1 سنتي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمك بتاعها. هشيل كده بسم الله، تمام. هحاول بقى اسويها. انا طبعا عايزه قطعات بقى في المرحله دي، قطعي وشكلي زي ما انت عايزه. احنا عايزين نعمل حاجه سهله كده وسريعه، وفي نفس الوقت تبقى شكلها حلو مش وحش يعني.
هقطع بس كده الزوايد. بسم الله. انا هدهنها زيت. بصوا يا حبايبي، لو عصلجت معاكم يعني ايه دهنة زيت كده هتلاقيها مشيت مظبوط جدا. تمام. انا عايزه اخليها ايه مربع. طبعا اللي هنقطعه ده يعني اللي بنسويه ده مش اكيد مش هيترمي يعني، ده هنشكله كده على جنب ونشكله تاني. بسم الله. انا عايزه ايه بقى الشكل كده ايه مربع ومتساوي عشان خاطر لما اقطعه يبقى كله مظبوط. يا رب يكون واضح. تمام واضح كده معايا. قلت لكم الزيت بيسهل يعني مره كده بيجي زيت عشان هي زي ما قلت لكم لسه مضروبه فسخنه، والبانيه كمان كان سخن ما كانش ساقع ولا حاجه، فعشان كده تحس ان هي ايه سايبه معاكي. بصوا حبايبي كده انا سويتها زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اقطعها كده مربعات. طبعا يعني الحجم ده بيرجع لك انتي. تمام كده. احدد كده وتغرزي لتحت يعني تخلي السكينه تمشي فيها كلها عشان دي لسه هندخلها الفريزر. طبعا مش هشتغل فيها وهي طريه جدا كده. تمام. فانا هقطع وهدخلها احطها كده على صينيه هدخلها الفريزر ساعتين 3 بالكتير هتلاقيها مسكت نفسها. نعمل بس كده التعليمات مظبوط. بسم الله. عايزه امشي كده فيها مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبزيها كده. حاولي على قد ما تقدري الشكل ايه يبقى ايه مظبوط برضو عشان يبقى شكله حلو. تمام. بسم الله. متنسوش تحطوا لي لايك بقى وتشتركوا في القناه كده وانتوا بتتفرجوا ما تسرحوش معايا. كده سحبه كده مره واحده. يلا خلي المربع ده ايه اكبر شويه مش مهم. طبعا الاطفال بتحب اول الحاجات ديت والشغل والحركات دي، ده يعتبر اللي بياكلوه دلوقتي. تمام. ده بقى هعمل فيها ايه. دي هدخلها الفريزر مش هاجي جنبها خالص. هدخلها الفريزر ساعتين 3 وتطلع وتجمد كده. وبعد كده نعمل لها الكفر بتاعها المتين. والباقي بتاعي هنا هشكله بقى ايه كور دواير او اعمله كده واشيله زيهم كده بالظبط. انا ممكن على فكره اشيل واحده واحده واحطها تحت طبق مثلا او كيس بلاستيك، فانا مش عايزه. طبعا على ايه احطها في صينيه. بصوا السمك بتاعه طبعا عشان دهنه الزيت مسهل عليا. بصوا ما شاء الله. بسم الله. بصوا السمك بتاعه ده كده مناسب جدا ليه. هدخله بقى الفريزر وبعد ما يطلع من الفريزر هنرجع نكمل مع بعض تاني. بس خطوه مهمه لازم تحددي الشكل اللي انت عايزاه قبل ما تدخلي الفريزر عشان طبعا هيبقى جامد هيبقى صعب عليكي انك توصليه. هدخله بقى الفريزر وما يطلع نرجع نكمل تاني مع بعض. بصوا حبايبي انا كده خلاص حطيت اللهم صل على النبي الناجتس بتاعي في الفريزر. دي طبقه تانية انا عملتها بنفس الطريقه بس دي بصراحه سبتها ليله. بصوا بقى فايده الكيس هيطلع معاكي بكل سهوله كده. نطلع كده نسلك بالراحه. بسم الله اهو زي الفل. طيب هعمل ايه دلوقتي بقى. عندي الخلطه بتاعت الدهن او الكفر اللي هغلفه بيه. اللهم صل على النبي. عندي هنا بقسماط. الخلطه اللي احنا كنا عاملينها البقسماط الناعم من بواقي الفينو. اللي مشافش الفيديو يروح يشوفه. طبعا عليه كل البهارات وكل حاجه متوضبه فيه. كل اللي هزوده عليه بس شويه كركم عشان بس يدوني اللون الاصفر الحلو ده ويبقى مظبوط معايا. بس طبعا هو عليه كل حاجه. عليه النشا وعليه بيكنج باودر وعليه ملح وقرفه وجنزبيل. ممكن تعملي كمان اللي هو الكورن فليكس المطحون دوت برضو بيتجمل عند العطار. دي بقى بترجع لك. تمام. يبقى كده ده البقسماط. طيب هنزل في ايه بقى. هنزل في بيض. لا انا مش هنزل في بيض. انا هنزل في دقيق. عندي حوالي معلقتين 3 من الدقيق وهخفهم بميه. شفتوا زي عجينه القرنبيط كده بالظبط. هي نفس الفكره بالظبط. هحط لها برضو شويه كركم كده عشان خاطر اللون. بسم الله. هخليها عجينه سايله بحيث ان انا ايه طبعا هعوز ميه حوالي معلقتين 3 بس من الدقيق. عايزه تعملي بيض تمام براحتك
بس بصراحه بحس ان الخلطه بتاعت الدقيق ديت ايه، بتعمل كفر حلو كده، وبتخلي الناجتس ماسك نفسه عن البيض، بتعمل له سمك زي ما انتوا شايفين كده بالقوام ده، اكنها بيضه بالظبط. بس بدل البيض دي ممكن تحطي كمان، بدل الميه ممكن تحطي لبن، بس احنا بنقول ايه، حاجه اقتصاديه كده وجميله. هحط لها بقى شويه من البهارات اللي انا عاملاها. بسم الله، ريحتها حلوه قوي. بصوا بطرمان قرب يخلص، حط سنه برده كده عشان اطعمه يبقى كله شارب من بعضه، واحط شويه من الملح. بسم الله، عشان يبقى بيتبل معايا. ممكن احط ايه، هو القوام بتاعه كده تمام وزي الفل. ليه سمك عشان خاطر يمسك الناجتس بتاعي. احط سنه ميه صغيره. بصوا حبايبي، هبتدي افك الناجتس بتاعي كده. احلى حاجه ان هو مش لازق، بصوا عشان خاطر فايده دهنه الزيت اللي عملناها في كيس التلاجة، نخليه يخرج بكل سهوله. وطبعا التقطيع بيسهل علينا ده جدا، انك بتطلعيه بصوا زي الفل جامد معاكي، تعرفي تتحكمي فيه. هبتدي بقى انزل بالخليط ده. هقول بسم الله، اخليهم كده الاتنين قصادي عشان خاطر اطلع من هنا احط هنا، بس كده زي ما هتعملي اي ناجتس بالظبط. هنزل كده. بصوا بقى، دي فايده ايه، انه اتحط في التبريد حلو. دي بقى الخلطه اللي بقولكوا عليها، بتبقى حلوه كده وماسكه عليه، بتعمل له كفر حلو، تخلي البقسماط يمسك فيه كويس جدا. هقول كده بسم الله، بس تخلي بقى حركتك سريعه عشان خاطر ايه، ما يفكش او يسيح معاكي، وبعد كده ايه تضطري تدخليه تاني ويتعبك بعد كده في التشكيل. كده لازم بقى اضغط عليه كويس عشان خاطر لما انزله في الزيت ما يفكش معايا. بسم الله. بصوا عمل له ايه، زي نعكشه كده خلطه الدقيق دي. بصوا بقى عامل ازاي، ما بقاش ايه شكله متساوي قوي زي بتاع بره كده بالظبط. تمام، نعمل واحده كمان وبعد كده اكمل بقى عشان ما اطولش عليكم. بصوا سهل جدا وبسيط وما خدش مننا وقت اهو. حاول ما تشيلش قوي معايا كده. بسم الله. ممكن بقى تعملي كميه وتفرزيها، تقليها في اي وقت. ممكن تفرزيها بالشكل ده وممكن تفرزيها بالشكل ده، بس انا بصراحه يعني انا كهند يعني بفضل ان انا افرزه بالبقسماط كده على طول. ليه؟ عشان يبقى سهل عليا، مش لسه بقى يعني هشيله واعمله بيض وبقسماط وبتاع، لا كده ارصه في طبق او في صينيه، وبين طبق والطبق كيس بلاستيك زي ده كده، هيسهل عليا كتير. بصوا المنظر شكله تحفه. هخلص بقى بقيه الكميه ونرجع نكمل تاني مع بعض، استنوا. بصوا حبايبي، انا عندي طاسه على النار فيها زيت، يعني لا كتير قوي ولا قليل قوي، يعني كويس للتحمير. انا سبته دلوقتي يسخن. تمام، لازم انزله يكون الزيت سخن عشان الكفر بتاعي ما يفكش. هقول بسم الله. بصوا في الاول بس يبقى سخن، وبعد كده هخلي النار وسط. هو مش هياخد 10 دقايق وهيطلع، لان طبعا سمكه مش كبير قوي ده اولا، وحجمه صغير، فمش هياخد وقت كبير. زي ما انتوا شايفين كده، لازم النار تكون عاليه عشان الكفر يمسك ما يقعش ويفك منك في الزيت. طبعا هو ساقع، هيبتدي بقى ايه خلاص يستوي دلوقتي، ياخد اللون كده وارجع لكم. بصوا حبايبي ما شاء الله، بصوا عامل ازاي مقرمش من بره، ان شاء الله يبقى طري خالص من جوه. خلاص كده قعد حوالي 10 دقايق اهو على النار. خلاص بقى هبتدي اطلعه على مناديل المطبخ. بسم الله. بصوا ما شاء الله اهو، سامعين الصوت؟ مش طري خالص، وما شاء الله رمى معايا كميه حلوه جدا. بصوا هكمل كله بنفس الطريقه دي كده، اللي هيطلع احطه. بس يا كريم بصوا بقى، يعني حاجه كده تحفه. بصوا انا ما شاء الله عملت الطبق ده ولسه في تاني، يعني ما شاء الله يعني نص كيلو فراخ عامل لي كميه محترمه. هقول كده بسم الله،
زي ما قلت لكم في الاول النار تبقى سخنه، وبعد كده تهدي النار تخليها وسط عشان يلحق يستوي من جوه. تمام كده. هكمل انا بقيه الكميه بقى كلها بنفس الطريقه، ونرجع نشوف شكله بقى في النهايه. نقدمه بقى مع بطاطس مع شويه كاتشب، نعمله سندوتشات. طبعا الكل بيحبه. حطيه بقى في اللانش بوكس للولاد بقى في المدرسه يعني. يمشي معاكي اي حاجه طبعا، وانضف واوفر كتير من بره. هكمل انا بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه، وبعد كده نرجع نشوف في الاخر يبقى عامل ازاي. بس لو سبتي الفيديو مش تحطي بقى لايك للناجتس الحلو دوت، متنسيش في الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي، خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن. عملت الشويه دول، وفي طبق حوالي طبق تاني صغير كده حطيته في الفريزر بقى. بصوا قلبه من جوه ما شاء الله مستوي مقرمش خالص من بره. بصوا طبقه الكريسبي بتاعته ما شاء الله تحفه. قدميها بقى مع كاتشب مع مايونيز مع اي حاجه انت تحبيها. اتمنى بقى ما اكونش طولت عليكم، معلش الفيديو ده واستفدتوا بيه كده. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني صفات تانية احلى واحلى.